في قول لابن خلدون بيحكي فيه: الإنسان جاهل بالذات عالم بالكسب، عقله صفحة بيضاء ليس فيها معرفة قبلية، ثم تأتي التجارب بالانتقاش عليها لتلونها، ونهرب لعالم من الألوان، هذا فعل أبيض وهذا جرم أسود. عسى أن تنبت زهرة برية بنفس جرداء، أو حتى يواسينا بصبره على العطش خضار لون الصبار. في سطورنا الآتية محاولة متواضعة منا لوقف الأسود عند حده ومنح الأبيض بعد حظه. إذن بسهولة ممكن إنه إحنا نرسم خطوط أولية لموضوع موجود على أرض الواقع، مثل شجرة، طاولة، أو حتى وجه إنسان، لكن الإشي اللي بيميز الرسمة وبيعطيها نوع من الجمال هو بعض الضربات المتقنة بالفرشاة باستخدام اللون الأبيض ونقيضه الأسود. فاليوم حلقتنا كلها رح تكون ألوان وفن وإبداع. معي أنا زينب وزملائي ينال وأحمد. أهلا زينب. مشاهدينا، حلقة جديدة من شباب لايف، إن شاء الله رح تكون مختلفة ومميزة. مين فينا ما بيعرف الفنان والرسام الكبير بيكاسو؟ أعماله لحد الآن عم تنتشر بالعالم وعم تحتل مراكز متقدمة. أوكي، زي ما بنعرف إنه بيكاسو اتبع المدرسة التكعيبية اللي أضافت له كتير أمور خلته وساعدته إنه يشكل بالرسمة، أوكي، ويرسم بأكثر من زاوية. واليوم زي ما بنعرف فنانتنا جنيرتا العرموطي كمان اتبعت المدرسة التكعيبية ودمجت ما بين التكعيبي وعدة مدارس كانت باللون الأبيض والأسود، فكانت لوحات كثير رائعة. شاركت بعدة معارض، منها معرض ألوان حالم بإربد، ومعرض النهضة بعمان والبلقاء والفحيص، وشاركت بمعرض تشكيليون والاستقلال ومهرجان الألوان بالنمسا. وطبعا بشهر 8 الماضي افتتحت معرض مشترك مع فنان فرنسي من أصول جزائرية من أصول جزائرية بيجمع بين الفن التجريدي والتكعيبي. أنا أحمد راح أكون معكم بالفقرة الفنية وعلى السوشيال ميديا. إذن خليكم معنا هلأ لنشوف الفيديو وراجعين. كيف حالك؟ كيفك جنريتا؟ شو اخبارك؟ بالسؤال قد ايه عمرك؟ 23 فايته ب 24. ما شاء الله، ما شاء الله فنانة عليك. صغيرة ما شاء الله عنك. لا ما شاء يعني انا مش هالفرق بيني وبينك اصلا، يعني انا 25 يعني سنتين. انا الختيار. بداية جنريتا حابين انه تحكينا شوي عن الفن التشكيلي، شو هو الفن التشكيلي؟ هلا اول اشي الفن بشكل عام هو ببلش رسم، زي انه رسم اشياء موجودة واقعية. اول اشي اهم اشي بالفن انه اتقان الطريقة الاكاديمية، بعديها بصير الواحد يقدر يكون فنان حقيقي، يعني باستخدام اشكال يعني
زي ما بتشوفوا أشكال مش مفهومة بتكون زي تجريدي، تكعيبي، أشكال هندسية، زي الاشياء اللي احنا لما نطلع عليها نحاول نفهم شو هي، هيك قصدك؟ أيوة. هلأ ببلش بالواقع زي الإشي اللي هو مقرب أكتر أصلا للجمهور. بس الفن هلأ يعني صار متعدي هاي المرحلة، وصل لإنه إشي كتير مش رسمة سهلة ولازم الواحد يركز فيها عشان يفهمها. أكيد بتروح صراحة على أنا أزعم المعنى رسمة أكتر. رسمتها كانت، ما بعرف إذا أنت كمان رسمتها، كلنا رسمناها طبعا، بيت اللي هي البيوت. البيت والشجرة والقارب والنهر. هاي كلنا فنانين هاي فيها كنت صراحة. كثير فخورة فيها، حتى عندي وحدة مخبيتها بالبيت عليها علامة 10 من 10. حلو. أهلا وسهلا فيك. طيب أهلا جنى، فيك. احكي لنا امتى اكتشفتي الموهبة هاي عندك؟ من وأنا صغيرة برسم زي ما حكت كلنا وإحنا صغار. رسمتيها كمان؟ بس غير هاي كنت أرسم كمان آه. أفلام الكرتون زي برادز كونان، هلا عندي على فكرة زي انيميشن هيك شغلات. أنيميشن. حلو. كتير كنت أحب أرسمهم. في كمان شغله ما بعرف اذا بتعرفي، كنا نرسم مثلا على كتاب كامل، انه هيك لما تحركيها بتصير انه هيك واحد يصير يمشي. جربتيها؟ هاي 3 دي. هاي عندك هاي خبرة هيك فنية. يعني خبره. اوكي، فهلا كملي لنا. فهيك بلشت يعني وأنا صغيرة. بعدين مع المدرسة وهيك يعني وقفت شوي رسم، وبس تخرجت توجيه رجعت. يعني كنت شاطرة كمان، جبت 92 بالتوجيه. ما شاء الله. فوقتها كنت موقفة رسم، بس خلصت رجعت ودرستها كمان. درستي الفن، الرسم درستيه مع وزارة الثقافة، حلو. معهد مهند درة. هو مدته 2 سنين. بيهتموا بكل المواهب يعني مش بس بالرسم، بس أنا تخصصت رسم وهيك يعني. يعني انت تخصصتي فن التشكيلي يعتبر. تخصص. ومع الأعمال يعني والممارسة وفي حدا يعني من اللي حواليكي، يعني مين كان أكثر حدا شجعك؟ في أهلي شجعوني، ماما بتروح معي على كل معارض. حتى الأصحاب يعني والفنانين نفسهم والأساتذة اللي درسوني كمان. يعني ما شاء الله حلو، يعني لقيتي دعم يعني معنوي زي ما نحكي. حلو كثير. طب برأيك بتشوفي في إقبال على هيك فن بالأردن؟ الفن بشكل عام، فن التشكيلي بشكل عام. نحكي. في حركة فنية حلوة كتير في الأردن، وفي عدد كبير فنانين هون يعني مميزين. حتى الجمهور يعني في ناس مهتمين مثقفين. حتى الوزارة نفسها عاملة المعهد هذا يعتبر دعم أصلا. إنه اشتراك مجاني لأي موهوب بيقدر يتدرب 2 سنين وياخد شهادة كمان زي كأنه دبلوم أو جامعة. حلو. كيف يعني إنه مجاني؟ يعني هو الطالب لما بيجي بده ينتسب لهذا المعهد ما بيدفع ولا شيء، بس بياخد امتحان ينجح فيه بيكمل معاهم وبصير يعني ممكن إذا اكتشف إنه عنده موهبة الرسم، هيك قصدك بيكون مجاني. فأنا حابة أوجه شكر لهذا المعهد، هم أكيد عم بيحضرونا هلا. ايش اسم المعهد؟ معهد مهند درة. فحابة أعملهم شكر على هذه الشغلة يعني، ولوزارة الثقافة. وإحنا صراحة كمان نقدم له شكر إنه عن جد طلع فنانين مثلك جنريتا. تسلم. وكمان برضه سمعنا إنك افتتحتي معرض اسمه عيون تتكلم، حابين تحكي لنا عنه بشكل عام؟ هلا هو المعرض صار بحدود يعني قبل شهر او اكثر. شهر 8 شهر 8. انا بالتواريخ مش كثير. انا حافظته. اوكي. زي كانه امبارح يعني حسيت. ما بتحسي اوكي. بشهر 8 صار باشتراك مع فنان فرنسي جزائري حسين الشطي. كان ببيت الثقافة والفنون برعاية معالي العين دكتور كمال ناصر. وصار نجاح كبير بالمعرض يعني، حضر فنانين وشعراء ومهتمين. فمن هذا النجاح صار نقل للمعرض. استضافونا جاليري أرب آرت، فنانين محمد هزايمة ومرام حسن. وصار إعادة لعرض المعرض في إربد حتى يصير يعني مشاركة هاي الثقافة المتنوعة مع أهل إربد. حلو كتير، يعني انتقل لمحافظة تانية، هذا دليل على نجاحه صراحة. بس شو الاشي اللي كان بيميزه يعني عن باقي المعارض؟ انا شفته بصراحة انه كان يجمع بين يعني كتير شغلات، يعني مثلا مدرسة زي ما شفنا وقرأنا يعني كتير انه مدرسة تكعيبية مع مدرسة تجريدية، مدرسة تكعيبية مع مدارس تانية حتى. هلا هو انا حبيت اضيف بلوحاتي دمج تكعيبي مع مدارس تانية، بس كان بالمعرض كله ابيض واسود لوحاتي. شو السر صحيح؟ ما بتحب الالوان؟
لا بحب عندي لوحات ألوان، بس هي المدرسة التكعيبية أصلا أول ما تأسست بدت بالألوان الأبيض والأسود، بعدين صار يدخل عليها الألوان، بس حبيت إنه أعيد عهد الأبيض والأسود كمان، حتى التناقض أحيي، حتى التناقض زي ليل نهار رجل مرأة أبيض أسود حلو. بس برضه شفنا لوحات حسين الشطي كانت ألوان. حسين كان ألوان بس أنا أبيض وأسود. حسين تجريدي كان أسلوبه وكله ألوان يعني. طبعا في لوحات كمان مشاهدينا من هذا المعرض اللي هو معرض عيون تتكلم، حنفرجيكم اياهم هلا، وحابة تحكي لنا عن أكثر من لوحة من اللوحات، أنت اختاري واحكي لنا عنهم. أوكي، رح أحكي لكم شرح هيك سريع عن كل لوحة. أوكي. أول لوحة هي عملت فيها بورتريه بطريقة تكعيبية للفنان بيكاسو، اللي هو تكريم له إنه هو الأسس. هو كانت لفنان تاني بس شافها بمعرض عجبه، فهو حب يتبنى هاي المدرسة وانشهرت في اسمه. فحبيت أقدره بلوحة تكعيبية بأسلوبه بألوان الأبيض والأسود. هاي اللوحة أخذت جوائز كمان، جائزة الإبداع وجائزة الحرية، وحتى بالنمسا انعرضت على الكتالوج، وهناك أخذت جائزة كمان الإبداع الرقمي في وومنز آرت وورد. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عن جد ما شاء الله. يعني أكيد اللوحة الحلوة بتوصل. احكي لنا كمان إيش في كمان لوحات. اللوحة الثانية هي عبارة عن دمج تكعيبي مع السريالي كمان بالأبيض والأسود. فيها التكعيبي بيكون أشكال هندسية، السريالي بيكون أشياء من الخيال بس بطريقة يعني فيها ممكن يدخل واقعي بس بيكون طريقة خيالية. يعني هي خيال صراحة يعني أنا بس شفتها صرت أحاول أحلل إنه يعني بقدر أطلع منها أكثر من شكل، يعني بصير الواحد يتخيلها حسب هو شو كيف نظرته. صح. طب زينب بيحكي لنا انت ايش طلعت منها؟ الصراحة يعني ما بعرف، حسيت انه في اشي هيك زي بتاع البيبي الكوت هذا، عرفته اللي بتسكر اللي له من فوق مظلة. حلو انه شفتي هيك اشي. شو رايك منار؟ كثير حبيت انه شفتي هيك اشي عشان انا بحب البيبي والاطفال. شفت طلعت بالاخر حنونة. يعني ما شاء الله عليك، لازم تطلعي كمان رسامة، انت شو رايك؟ لا عندها جد، عندها فن. ابداع. تمام. وايش اللوحة الثالثة؟ الثالثة هي مشتركة أنا والفنان حسين الشطي، كانت في المعرض الأخير. دمج تكعيبي وتجريد، يعني كان دمج أسلوبي الأبيض والأسود مع الألوان تبعت التجريد. طلعت كتير غريبة حلوة. كتير حلوة، بتخيلها هيك بالبيت بالصالون، يعني بتعطي منظر كتير حلو. على ديكور كان شو بقى عليها هيك سكني رمادي، يطلع حلو. هذا هيك يعني هو بيحكي لك اعطيني اياها احطها بالبيت. هي مش الي لحالي، لو الي لحالي على حسابك. طيب جنريتا، في كومنتس اجونا حابين نشوفهم. احمد احكي لنا ايش في كومنت؟ اجاك كومنت من احمد الشيوخ عم بيسالك ايش علاقه الرسم بالمشاعر، في علاقه مشتركه بيناتهم؟ حلو السؤال. اكيد هلا كل اشي فني بيرتبط بالمشاعر. يعني ايش بدي احكي؟ يعني مودك يعني مثلا بتحسي اشي مودك مثلا بيأثر على رسمتك؟ هلا انا بحب ارسم وانا متضايقه مثلا، بحس طلع اشياء يعني طلعت طاقات احلى، بشغل لي. ايوه بشغلها بالرسمه. هلا بشغل لي بالاكل. اوكي. بس ارسم وانا متضايقه برتاح، بحس انه بياخذ طاقه سلبيه. عشان هيك بيحكوا الفن بيزيل انه غبار الحياه اليوميه عن الانسان. هاي لبيكاسو كمان جمله. طيب شو افضل طريقه لتوصيل لوحتك للناس بالاردن؟ انه كيف تنشريها تسويقيا؟ خلينا نحكي. هلا في طرق كتير صار خاصه مع السوشيال ميديا. بتحط مثلا على الفيسبوك او على البيج الكل بيشوفها اكبر عدد. صح. هلا السوشيال ميديا صح. بالمعرض بيكون محدود لبس الناس اللي في البلد، اما السوشيال ميديا لكل العالم. الكل صح، العالم كله. هلا بمناسبه الحديث عن العالم، هلا حكيتي انك يعني شاركتي بمعارض برا بالنمسا، فهلا انت شفتي في فرق انه يعني الفن التشكيلي هون عندنا باوروبا مثلا؟ هلا اكيد في فرق، كل بلد حسب امكانياتها، حسب يعني كل كتير اشياء. من ناحيه المهاره الفنيه ما في فرق كبير يعني، بالعكس في عنا كتير مواهب كبيره يعني، وحتى ممكن بتكون اكبر من اللي عند برا الاجانب من ناحيه. بس في ممكن ناحيه الدعم عند اوروبا في دعم اكبر،
من البلد نفسها، زي إنه بعرف فنانين بيعطوهم جاليري إنه اعمل فيه شو ما بدك، معارض رسم، ورشات. وبيوفروا لهم كل أساليب الراحة عشان إنه أنت بس ابدع وارسم. هون في عنا مش لهالدرجة، بس بيساعدوا في توفير أماكن إنه بس بده يعرض. يعني أنت لقيتي دعم هون بالأردن؟ في أماكن إنه بيساعدوا للعرض منيحة يعني. إن شاء الله بصير كمان أكتر وأكتر. أنا صراحة عم بحس إنه الناس عم تتجه الله. للفن كتير هاي الفترة. كتير ناس حلو. شيء ثقافي كتير حلو عن جد. طيب جنريتا، احكي لنا شو الصعوبات اللي واجهتك خلال فترة معارضك وأمور؟ يعني أكيد في كل شغلة فيها صعوبات. في شغلة واجهتني إنه عشان أنا جامعة وبدرس، فمثلا بكرة عندي امتحان وأنا هون. هلا عن جد بكرة عندك امتحان؟ عندي أدب فرنسي. دكتور جنريتا بليز يعني تعاون معها. اوكي. زيك يعني بصير ما في وقت الفراغ بدي اخليه دراسة ولا رسم، يعني هيك بصير يعني شوي صعب. هيك تنظيم وقت يعني كان تنظيم وقت. طيب جنريتا، احكي لنا ايش تدرسي؟ لغات فرنسي وانجليزي في جامعة البتراء. جامعة البتراء. حلو والله جامعة البتراء. في كومنتس برضه كمان جنريتا. احمد احكي لنا الكومنت. مين اللي كان دعمك من البداية ومين لما هاي اللوحة عندك؟ من مين الكومنت؟ عشان نعمل له تحية. اوكي، تحية لعبود. بشكر اهلي، هم شجعوني، واصدقائي والناس، يعني مجرد ما انه كلام معنوي ممكن يشجع ويزيد. هي معنويا صح، مجرد يعني الكلمة الحلوة بتخلي عندك شعور انه انا بقدر اعمل اكثر. وزي ما حكيت انه عن الدراسة كمان في المعهد نمت لي الموهبة اكثر. وكان في ناس مثلا باثناء دراستك انه يراعوا مثلا هاي الشغلات اللي عندك، انه يعني مثلا يكون عندك معرض، مشاركة كذا، ويكون عندك نفس الوقت دراسة، كانوا يراعوا هذا الاشي؟ حسب، مش الكل. بس دكاترة ما بيقبلوا والله. اوكي. بس على الاغلب يعني الاغلب راعوا هاي الشغلة. وانه اوكي اكيد لازم يراعوك يعني بصراحة. بالاخر عم تعمل شيء كثير حلو. في كومنت ثاني كمان احمد، شو الكومنت؟ في راشد يوسف عم يسألك انه كل فنان بيكون معجب بفنان ثاني او رسام، فبالنسبة لك مين اللي بتشوفي رسام قدوة او معجبة انت فيه عربي؟ هلا اول اشي بشكل عام انه انا ماخذة تكعيبي من بيكاسو، استوحيته. بس فنان عربي انه قليل عربي يستعملوا التكعيبي. فعشان هيك يمكن، بس في كتير فنانين بالأردن مثلا، في كتير ما بدي أحكي أسماء يصير حساسية وزعل ليش ما حكت اسمي. كلهم رائعين. أوكي صراحة جواب دبلوماسي عجبني. والله بصراحة عن جد جنريتا إنه يعني هذا الشيء حيحفز كتير فنانين أردنيين، فنانات أردنيات، على إنهم مثلا يكملوا بهذا الطريق، لأنه في كتير ناس مثلا تبدا فيه وبتقطع، خصوصا انك حكيتي فيه صعوبات مثلا تنظيم وقت، لانه عندنا الفن مش كوظيفه، هي ما بتكون كوظيفه، هو كهوايه زي ما نحكي، وبالضبط نفس الوقت انه هي احتراف. فانت لما توصل للاحتراف طريقك رح يكون كتير طويل، يعني ما حيكون مثلا انا بديت رسمت رسمه زي بتاعتي هاي تاعت البيت والشجره مثلا وخلاص راح انشهر. في ستيبس، في دراسه، في انه تتعلم وتاخذ كمان معلومات من غيره. هاي ممكن كمان نضيفها على سؤال الصعوبات، انه الفنان هو بده يشتغل على حاله، هو بده يعمل، يشارك، ينمي موهبته، مش راح يجوا ياخذوه من بيته يحكوا له تعال. انه كثير ناس بيحكوا ما في دعم، انه هم ما راح يجوا ياخذوك من بيتك، ما دوروا على دعم. هو بده يسعى، هو بده يعمل، يسوي، بده يعني غير موهبته وفنه بده يكون عنده ذكاء كمان كيف يطلع حال لوحاته للجمهور. وهلا يعني صراحه كمان غير عن انه مثلا يطلع لوحاته للجمهور، انه مثلا يصير يتعلم من ناس كبار. يعني في عنا احنا نعرف يعني مثلا كيف تشوفي انه الواحد بيشوف حاله انه هو خلص انا كثير شاطر ومو بحاجه اتعلم من غلط حدا. هيك اللي بده يحكيك بضل مكانه. بالضبط. يعني لازم الواحد يضل يسعى، يضل يتعلم. خاصه الفن كيف العلم ما له نهايه، الفن نفس الشيء ما له نهايه. شو النكست ستيب هلا عندك؟ هلا في اكيد، يعني مش هون وقفت، اكيد في اشياء جايه.
يعني في معرض عم تفكري فيه سون مثلا؟ هلا اغششكم. غششينا. في مع الجامعة راح يصير هي مسرحية بالفرنسي عشان تخصص فرنسي، بس راح يدخل فيها معرض كمان تشكيلي عشان كثير حلو. الدكتورة بتعرف اني برسم وهيك، فبدها اضيف رح لوحات. تشاركي لوحات الك رح تكون فيها. راح يكون اشي بخص الدرس واشي عن فرنسا والاردن وزي هيك. وهذا اعلنتوا عن وقته ولا لسه؟ وقته لا لسه. اوكي. طب بس تعالي انه يحكون عشان نيجي نحضر انا احنا بانتظار صراحه. ان شاء الله. جد طيب طيب جناريت، احكينا عن مبادرة الفن والحياة. هاي مبادرة انطلقت برمضان. عملنا لها نشاطين مش لحالي، يعني كان معي مجموعة فنانين، والمبادرة الثانية أكتر حدا وقف فيها يعني فنانة كفاح خليفة. صراحة بنحكي لها شكر، يعني هي عملت مجهود كتير رائع فيها. وهي كانت المبادرة بتهتم بمواهب الأطفال وخاصة الأيتام، إنه نسمح لهم فرصة يعرضوا مواهبهم، مش بس رسم، حتى غنى وكل شيء. وبصير تنمية، حتى في مرسم روح الفن كمان بوجه له تحية، فنان ماهر شعيبي ومحمد بسام عملوا انطلاق من هاي المبادرة ورشة فنية مجانية للأطفال بيحبوا يجوا يتعلموا. هي كانت لفترة محدودة. وبعدين في فنانة كمان فلسطين، فداء سمار، أطلقتها، عملت يمكن 5 أنشطة إلها بفلسطين. وفنان مصري مصطفى غنيم عملها أنشطة كمان بمؤسسته الخاصة الفن والحياة بمصر. ويعني إن شاء الله إنه بتصير عالمية أكثر. يعني أنت كنت المبادرة لهذا الموضوع؟ أنا افتتحتها أول إشي، بس بمساعدة متطوعين يعني وفنانين. أكيد. ما شاء الله عنك عن جد، يعني بصراحة بالنسبة يعني لعمرك وكيف إنه قديش في شغلات عملتيها بحياتك لهلا، عن جد أنا بحييك. جد لما تحكي عمرها وتشوفي كل هاي المعارض اللي شاركت فيها، عن جد ما شاء الله الناس مش رح تعرف هذا الشيء. برافو عليك عن جد. في كمان كومنت أحمد. كومنت كمان من راشد. شو هو انطباعك عن الرسم الجرافيتي بشكل عام؟ جرافيتي اسمه؟ الجرافيك. الجرافيك. حلو السؤال، لأنه جديد عم بحضر لوحة جرافيك. يعني حلو الجرافيك، بس هو بيكون مش استخدام ريشة ولا إشي، بيكون عبارة عن زي طباعة على المادة الجرافيكية. اوكي. كيف يعني هاي انه على الكمبيوتر قصدك؟ لا مش على الكمبيوتر، في جهاز كبير للجرافيك بصير حفر ورسم السكتش على المادة اليولونيوم، وبعدين تنحط على الجهاز وبتطلع الرسمة. حتكون هاي الرسمة برضو بنفس ستايلك بس حتكون على مادة. هو حلو هذا الرسم، أنا بحب فيه إنه بيقدر يكرر نفس اللوحة عدة مرات، فلما بده يبيع لوحته أو إشي ما بزعل عليه، بكون عنده نسخة تانية. صراحة هذا إشي كتير مهم. صحيح. هلا بالنسبة للوحات كيف يعني بتحفظيها، أو إنه يعني صراحة إشي بخوف إنه يصير فيها أي إشي أو أنا كتير بخاف عليها. يعني صراحة حقك إنك تخافي عليها. عندي مرسم في البيت بحط فيه اللوحات تبعتي. بتغطوها هيك بكفر إشي صح؟ أو في أشياء بعلقها برواز وهيك. حلو كتير. أنا كمان لازم صراحة أحفظ لوحتي منيح. طب احكينا، بتسمي لوحاتك باسم معين أو لا؟ حلو السؤال، لأنه هلأ في لوحات سميتها بس على الأغلب بحب ما أسمي. خاصة لو إنه بس ما تسمي اللوحة بترك المجال أكتر للجمهور إنه يقرأ إيش فيها. يعني أنا علي أرسم مش كمان أفسر، أنتوا بتفسروا. صح. في مقابلة حضرت لكم إياها على التلفزيون الأردني، فكان يحكي فيها عن الفنان اللي شارك معاكي بالمعرض، كان يحكي فيها عن لوحة كان مسميها العشق الممنوع، شيء زي هيك. فصرت تتخيلي إشي عن جد بس بهذا الإطار أو بهذا يعني محور إنه إشي عشق لا ممكن أكمل لوحة تتسمى، بس إنه كل اللوحات بحس إنه صعب يعني هيك بتحصر مخ المشاهد، إنه بس بدك تشوف هاي الفكرة. يعني إنه لا حلو يشوف خياله زي ما شافت هناك إنه بيبي باللوحة، فحلو إنه يسرح خيالها أكثر، الواحد يشوف أكثر. أوكي. في كمان كومنت أحمد، احكينا. في سؤال هون. شو كان انطباعك عن أول معرض شاركتي فيه؟ كيف كانت تجربتك فيه؟ هلا أول تجربة دايما بتكون حلوة، إيش ما كانت يعني أول تجربة بتكون حلوة، فكان يعني بداية لمشوار
إنه أول مرة بتفوتي على معرض أنت مشاركة فيه، هو كان أي معرض؟ كان معرض ألوان حالمة في ألوان إربد حالمة. أول مرة. اللي بإربد. بس هو مش أول مرة بفوت على معرض، حضرت قبليها معارض، شفت كيف يعني إنه تشاركتي فيها. بس شاركت أول مرة، يعني حلو أول تجربة، دايما حلو. تكون مميزة. بكون لها رهبة يمكن، صح؟ شوي. إذا شكرا عن جد على وجودك معنا فنانة جنريتا، صراحة إحنا كتير مبسوطين فيكي، ويعني كلنا فخر واعتزاز عن جد إنه وجود يعني فنانة بعمر صغير موجودة عندنا بالأردن، بتمثل الأردن وبتكون قدوة كمان لشباب الأردن، أو نحكي الفنان الأردني. بالضبط. يعني أكيد كثير حلو إنك عم تطوري حالك. وأنا بشكركم على هذا اللقاء شكرا لك، واحنا مستنيين لك. منك كل شيء جديد، وان شاء الله حنستنى كمان نشوف اللي بالجامعه اللي حتعملوه. اكيد رح ان شاء الله حنيجي انا ويانا. بتشرف فيكم. شكرا لك. اذا مشاهدينا هلا صار الوقت لننتقل للفقره الفنيه مع احمد. في ياسر ديراني عندك؟ مشاهدينا هلا راح ننتقل لنوع ثاني من الفن اللي هو فن العزف والموسيقى، راح يكون معانا الفنان عوني وبخ والبشناوي نزار جاكات. اهلا وسهلا فيكم شباب، كيف حالك؟ عوني، اول شيء انا معجب كثير صراحه باغنيتك تركونا، وكان نفسي تغنيها اليوم بس والله الصوت ما في. حكيت لي من قبل. طيب امتى عملت هالاغنيه هاي؟ يعني قبل 8 اشهر تقريبا. تمام. نعم. وفي سؤال كمان، كيف انا بعرف انك بتعمل بربان انت؟ نعم، انا كنت اعزف بربان، بحب البربان، بلشت اعزف فيه فخرب معي بربان فقررت اصلحه وانا بصلح فيه عرفت كيف بنعمل وبلشت تشتغل بلشت اعمل فيه شوي شوي، اشتغل فيه، اضبط، احاول اساوي لعبين ما ضبط معي بشكل كامل. وصرت خبرت الناس والمجتمع انه انا موجود وانا بعمل لكم هذا الشيء واللي بده يعني ما في حدا كثير بيشتغل فيها تقريبا. لا فيش غيري فعليا. انا كثير بسمع عنك من زمان انك بتشتغل فيهم ما شاء الله. نعم، وبعزف كمان وكل شيء بهذا المجال يعني. وهلا كمان راح يكون معنا البشناوي نزار. طبعا البشناوي نزار صديق لإلي ومن اسرع الناس تعلموا على البشنا، وهلا راح يقدموا لنا شيء كثير حلو، خليكم معنا.
شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. فعلا عزف اكثر من رائع. شكرا لكم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا مشاهدينا بهذا العزف. خليكم بريك وراجعين. إذا رجعنا لكم بعد الفاصل. طول شوي الفاصل بس صار في عنا عطل فني ونعتذر منكم مشاهدينا. هيك كل يعني كل اللايف اي حدا بيطلع لايف الا ما يواجه انه النت ينقطع كذا. طبعا هلا احنا كمان في مفاجأة انه احنا حبسناها لجنريتها خليناها عندنا هون بالاستوديو، هي هلا موجودة معنا عشان في كثير أسئلة صراحة لإلها من الجمهور. صح زينب، لأنه فيها سفر غير تشارك معنا، وحبينا انه في كثير اسئله فحبينا انها تضل معنا وتجاوب عليهم. اذا احمد ابدا. في عندي كومنت من ياسر ديراني. الفنانه المبدعه جنريتا، ممكن ناخذ رايك، الفن الواقع هو الفن اللي بيخرج من احساس الفنان ام الخاص وبالموضه؟ اوكي، اول اشي ياسر ديراني هو فنان تشكيلي كمان بس من لبنان، فبعمل له تحيه وجواب لسؤاله. هلا الواقعي ما بيلامس المشاعر زي الفن الحديث زي ما قلنا، اللي هو بيكون بعيد شوي عن واقعية، واصل لمرحلة بيحكوا أكبر بكتير من هذه المرحلة لأنها بتلامس المشاعر. يعني برسم شو شعوره، مش إنه بيعمل خطوط أكاديمية. مش انه تابع لقانون كذا او انه لازم احط خط هذا الواقعي او لازم احط هون ظل هون نور. لا، بتبع له مشاعره، بيرسم مشاعره، فهو بيكون اقرب يعني من مشاعر الفنان. حلو. بس صراحة هيك انه بحس يعني شيء احلى، حتى انت لما ترسمي مشاعرك انت بتلامسي مشاعر ناس ثانيين بيحسوا نفس الشيء اللي انت بتحسيه. صح. احمد ايش في كمان سؤال من ياسر، هل تستعين للرسمة فيها خاصة ممكن تسميتها جنريتا؟ مش غلط. الخاصة يا جنريتا هي صعب هاي بدها وقت يعني، بس اشي حلو كمان، مش ما في اشي مستحيل. تقدري توصلي لها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انت خطيت نص الخطوة، بضل الباقي. هلا انا زي ما قلت لكم بديت بتكعيبي ادمجه بمدارس ثانيه، احاول اعمل اشي يعني بديتي بشيء مختلف، شيء بيميزك انت كجنريتا. مزبوط، وخاصة انه كمان ضليت على الالوان تبعت الابيض والاسود. يعني برسم اشياء تانية، لازم اللي بده يكون فنان حقيقي زي ما حكينا برسم اكاديمي، برسم مدارس تانية غير انه مدرسة لازم ينوع بالمدارس. احمد ايش في كمان كومنت؟ في كومنت من راشد،
متى راح يكون في عرض للوحات القادمة لك، أو في مكان مخصص ممكن نشوف فيه لوحاتك؟ إن شاء الله قريبا، زي ما حكينا قبل شوي عن جامعة معرض في الجامعة رح يكون، فبنشر عندي على الصفحة. هلا السوشيال ميديا كمان قلنا إعلان أكبر. يعني هلا لوحاتك كلها نازلة على السوشيال ميديا. فأي إشي كمان معرض جديد بنشر إنه في معرض بتاريخ كذا، وأهلا وسهلا فيه. يعني كبيج ولا كبروفايل إلك الشخصي؟ على التنين بنشر. على التنين. وعندي ويب سايت كمان بنشر عليه كل جديد. حلو كتير. حلو. إذا في كمان شيء؟ في عندي سؤال من عبود، إنه دراستك هي اللي ساعدتك على هذا الفن ولا أنت موهبة؟ لا، هلا حكينا إنه أنا صغيرة برسم، بعدين مع الوقت صار إنه فتت بالدراسة، بس هي من قبل موجودة الموهبة. يعني هي كانت كعامل مساعد إنها تنمي هاي الموهبة عندك. أكيد. أوكي تمام. في كمان أسئلة أحمد؟ أنا لا، هيك خلص عندي الأسئلة. إذا مشاهدينا هيك وصلنا بنكون لنهاية حلقتنا. بنشكر بس جنريتا. في حورية بدي أعملها تحية عشان اوكي. بنحيي حورية وجنريتا كمان بتحييكي. بنشكر وجودك معنا اليوم، وبنشكر كل المشاهدين اللي عم يتابعونا هنا. شكرا جنريتا. وشكرا لكم على الاستضافة الحلوة. شكرا كثير، وشكرا إلك. للمتابعين. ان شاء الله شكراً. تكون حلقة حلوة اليوم واستمتعتوا معنا، وان شاء الله بنشوف تابعونا الحلقات الجاية كمان، ان شاء الله راح تكون كمان كثير حلوة. بنشوفكم السبت الجاي.